بسم الله أصدقائنا الزملكاوية من كل مكان، السلام عليكم. فيديو جديد من قناة كورة كل يوم مع مؤمن وأخبار جديدة عن نادي الزمالك. كوماندوز اليد، لا جديد يذكر ولا قديم يعاد، فوز آخر على الكومبارس. أخبار سارة بخصوص المصابين، غياب الجزيري وكواليس من مران الفريق، ملامح تشكيل الأبيض في لقاء طلائع الجيش. قبل ما نبدأ اعمل لايك، اعمل شير، اشترك في القناة، فعل الجرس عشان بإذن الله كل يوم معانا الجديد. يلا بينا. من تدريبات الفريق، عقد البرتغالي فيريرا المدير الفني للفريق جلسة فنية مع اللاعبين بعد أداء بعض التدريبات الخططية. جاءت الجلسة في منتصف الميران لشرح بعض التعليمات الفنية المطلوب تنفيذها خلال الفترة القادمة. وشرح فيريرا للاعبين الدور المطلوب من كل لاعب قبل انطلاق التقسيمة الفنية والتي أقيمت على ملعب النادي. أدى محمد عبد الشافي الظهير الأيسر تدريبات تأهيلية منفردة، وبدأ ميرانو بالركض حول الملعب في ظل خضوعه لبرنامج تأهيلي. بينما أدى الثنائي يوسف أسامة نبيه ومحمود شيكابالا تدريبات خاصة على التسديدات، وقاموا بالتسديد على مرمى محمد نديم والسيد عطية من مسافات مختلفة. تعليمات خاصة لزيزو، قام المدير الفني للفريق البرتغالي فيريرا بتوجيه تعليمات خاصة للاعب الفريق أحمد السيد زيزو، حيث عقد البرتغالي جلسة سريعة مع اللاعب بحضور حسني خطاب مترجم الفريق في منتصف التقسيمة الرئيسية من أجل توجيه بعض التعليمات الفنية الخاصة لنجم خط وسط الأبيض وشرح بعض المهام الهجومية. سامسونج جاهز. على المستوى الفني أصبح من المؤكد جاهزية لاعب الفريق البنيني سامسون إيكينيولا، اللاعب الذي كان قد تأخر لمدة أسبوع عن العودة إلى تدريبات الفريق بعد فترة الراحة السلبية. غاب عن مباراة المصري الأخيرة في بطولة الدوري العام لعدم الجاهزية، وأصبح الآن جاهز للمشاركة وفقا لرؤية الجهاز الفني، حيث خاض اللاعب برنامج تأهيلي خلال الأيام الماضية، وهو الآن في أتم الجاهزية لخوض المباريات مع الفريق. موقف شيكابالا. انتظم محمود عبد الرازق شيكابالا نجم وكابتن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في الميران الجماعي يوم الاثنين. خضع شيكابالا لتدريبات تأهيلية وبدنية مؤخرا بعد تعرضه لكدمة على مستوى الكتف خلال لقاء انبي في بطولة الدوري. ظهر اللاعب في التدريبات الخططية والفنية في ميران الاثنين مع باقي زملائه بشكل طبيعي، وأصبح جاهز من الناحية الطبية للفترة القادمة. ألف مليون حمد لله على السلامة لمحمود عبد الرازق شيكابالا، كارت تقيل جدا جدا على دكة الزمالك يقدر فيريرا يستفيد بيه في أي وقت. الأخبار السارة تتوالى. في حين يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمباراة طلائع الجيش، استقر الجهاز الفني على انضمام سيد عبد الله نيمار لقائمة مباراة الزمالك أمام طلائع الجيش بعد التأكد من جاهزيته طبيا وبدنيا عقب الإصابة اللي تعرض لها مؤخرا قبل مباراة المصري البورسعيد. الجهاز الفني لنادي الزمالك تلقى عدة أخبار سارة خلال الساعات الماضية، وذلك بعد التأكد من الجاهزية الفنية لعدد كبير من اللاعبين: محمود عبد الرازق شيكابالا، محمد عبد الغني، نبيل عماد دونجا، وكمان أحمد فتوح. بعض التغييرات منتظر حدوثها في تشكيلة نادي الزمالك في مباراة طلائع الجيش عن مباراة المصري. يعني مثلا محمد عواد هيعود مرة أخرى لحراسة مرمى نادي الزمالك بعد ما شارك محمد صبحي في مباراة المصري. سيد نيمار لاعب خط وسط الفريق بنسبة كبيرة جدا هيلعب أساسي مباراة طلائع الجيش، وكذلك أحمد فتوح الظهير الأيسر عقب تمثله للشفاء وجاهزيته البدنية والفنية، بجانب الدفع بالبنيني سامسون إيكينيولا في مركز رأس الحربة الصريح في المباراة المنتظرة. خطاب رسمي من رابطة الأندية. تلقى نادي الزمالك خطاب رسمي من رابطة الأندية المحترفة يفيد بإقامة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمام طلائع الجيش على ملعب الكلية الحربية بدلا من استاد برج العرب. كان من المقرر أن تقام المباراة على استاد الجيش ببرج العرب قبل أن يتم نقلها خلال الساعات القليلة الماضية رسميا إلى ملعب الكلية الحربية. يحل الزمالك ضيفا على نظيره طلائع الجيش يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة السادسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز. فيريرا بيذاكر طلائع الجيش. المدير الفني البرتغالي للفريق الأول لكرة القدم في النادي أحضر فيديو كامل لمباراة طلائع الجيش والأهلي، وقعد هو وجهازه المعاون بالكامل بيتفرجوا على المباراة بشكل أكثر تأني وأكثر تروي. طلائع الجيش ظهر ند قوي للأحمر وكان أقرب لتحقيق نتيجة إيجابية
قبل أن تنتهي المباراة بفوز الأهلي ب2-0 بعد ركلة جزاء مشكوك في صحته. فيريرا عايز يستقر على الخطة اللي هيتمكن من خلالها من مواجهة طلائع الجيش في المباراة اللي جاية. مدافع جديد معروض على الزمالك. قامت إحدى شركات التسويق بعرض اللاعب حمدان ناصر مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي شباب الأهلي الإماراتي على مسؤول نادي الزمالك. اللاعب بيلعب حاليا في نادي البطائح كإعارة لمدة عام قادما من شباب الأهلي عقب أن لعب الموسم الماضي معارا لفريق خورفوكان، ولعب 96 لقاء مع جميع الأندية تمكن من خلالهم من تسجيل 3 أهداف، غير انه ساهم بالعديد من الانتصارات بفضل قوته الدفاعيه وقدرته على افتكاك الكره من المنافسين. الجدير بالذكر ان البرتغالي جوزفالدو فيريرا المدير الفني للفريق طلب اداره الابيض بدعم خط الدفاع بسبب النقص الذي يعاني منه مركز الدفاع للفارس الابيض نظرا لاصابه محمود حمدي الونش وغيابه عن الفريق لمده 6 شهور. لا اعتقد ان اللاعب لو هيتحسب لاعب اجنبي الزمالك هيتعاقد معاه، لان الزمالك لو هيجيب محترف هيدور في الاساس على راس حربة. في تواصل مباشر مع الاستاذ محمد بيومي خبير اللوائح الدولية لسؤاله عن موقف الزمالك حاليا من غرامة محمود عبد المنعم كهربا، وحقيقة كلام محامي كهربا على ان كهربا هيدفع نص الغرامة ويقدر بعد كده عادي جدا يلعب. حقيقة الاستاذ محمد بيومي اكد ان الموضوع كله في ايد نادي الزمالك بس اللي يقدر يقبل ان الغرامه تتقسط او لا، واكد كمان ان محمود كهربا ملزم بسداد الغرامه كامله بعد اعلان النادي البرتغالي لافلاسه والغاء النشاط الرياضي، واكد ان مش ممكن اللاعب يمارس كره القدم سواء بقميص الاهلي او بقميص اي نادي تاني قبل سداد الغرامه الخاصه بنادي الزمالك. وكمان الايقاف بتاع محمود كهربا بتاع ال6 شهور بعد ما هينتهي مباشرة من بعد منه، حتى لو الزمالك ما بعتش خطاب للفيفا هيتم ايقاف كهربا لمدة 10 شهور، ومن بعد ال10 شهور هيتم ايقاف كهربا لمدة عامين. من الاخر كده كهربا مش هيشم ريحة الملعب ولا الكورة الا لما يدفع اللي عليه، والدولار كل يوم في زيادة، فنخلص بقى. الناس اللي بتتابع حلاق الصحة وبتصدقه وبتفرج له على كل فيديوهاته وبتتفاعل معاه وبتقول له الله عليك يا دكتور، الناس دي أصبحت خطر على البلد دي أكتر من حلاق الصحة ذات نفسه. هو على اليوتيوب وهربان بره مصر وكلنا عارفين قصته أولها فين وآخرها فين وغرضه إيه من الحكاية دي، ولكن تبص الناس تلاقي كاتبة قبل اسمها المهندس فلان أو الدكتور فلان وبتكتب حاجات على تويتر تزعل. يعني واحد مثلا رافع صور لعامر حسين واحمد مجاهد واحمد دياب وثروت سويلم، الناس اللي جهرت بانهم اهلاويه وبيدعي ان هم بيعملوا مؤامره ضد النادي الاهلي. واحد تاني كاتب لا تنتظر خيرا من رابطه دياب لان تعيينه اساسا مخالف للائحه، وفيوتشر اسوأ بالنسبه لهم من بيراميدز. احمد دياب الاهلاوي هم شايفين دلوقتي ان تعيينه اصبح مخالف للائحه، وفيوتشر اللي لما لعبهم السنه اللي فاتت لا مؤاخذه فتح خط دفاعه بالكامل وشال 4 بمنتهى البساطه اصبح اسوأ من بيراميدز. واحد تالت كاتب ان احمد دياب في المحله للم الشمل قبل مباراه الاهلي، ودايما بيتكلموا عن معاقبه جماهير الاهلي وعدم معاقبه جماهير الزمالك. قصه طويله عريضه بتؤكد على ان الناس دي سلمت دماغها بشكل كامل واصبحت عايشه في عالم موازي ملوش علاقه بعالمنا. على غير المتوقع والمنتظر غياب الجزيري. تأكد عدم عودة مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ومهاجم منتخب تونس سيف الدين الجزيري إلى الأراضي المصرية يوم الاثنين حسب ما كان مقرر، حيث كان مقرر أن يعود اللاعب يوم الاثنين بعد انتهاء مشوار منتخب تونس في بطولة كأس العالم لينتظم في التدريبات، حيث سيعود يوم الثلاثاء إلى الأراضي المصرية لينضم إلى الفريق وإلى زملائه في الفريق استعدادا لمباراة طلائع الجيش. السبب وحسب ما تم ذكره بسبب حجز الطيران، وهذا السبب شخصيا يعني أنا كمؤمن شلبي مش مقتنع بيه. وعايز أسأل بقى سؤال مهم جدا، هو اشمعنى لعيبتنا احنا بس اللي بيتم معاها الكلام ده؟ سامسون قعد أسبوع كامل، أصل الحجز أصل الطيران أصل الباسبور منتهي وقصة كده، ودلوقتي الجزيري شكله ماشي في نفس السكة.
على العلم ان علي معلول رجع القاهرة يوم الأحد. عرض رسمي من البنك الأهلي. قام مجلس إدارة نادي البنك الأهلي بتقديم عرض رسمي لنادي الزمالك لضم المدافع محمد عبد السلام مدافع الزمالك الموضوع في قائمة الانتظار. طبعا كلنا عارفين قصة محمد عبد السلام وإنه رجع من إعارته للاتحاد السكندري، والزمالك ما قيدوش في قائمة الفريق، وبناء عليه تم وضعه في قائمة الانتظار. ولكن بعد إصابة محمود حمدي الونش أصبح محمد عبد السلام من المرشحين للتواجد في قائمة الزمالك بداية من يناير القادم. ولكن في نفس الوقت موجود في الصورة محمود شبانة مدافع الزمالك المعار لسموحة. القصة دلوقتي بقت كبيرة لأن محمد عبد السلام أصبح مطلوب في البنك الأهلي وفي أندية تانية، والزمالك بدأ يدرس الملف كله على بعضه، مين هيتأيد في يناير ومين هيطلع في يناير على سبيل الإعارة. لا جديد يذكر ولا قديم يعاد. كوماندوز الزمالك يقهر الأهلي. فاز الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك رجال على الأهلي كالمعتاد بنتيجة 20-19 في مباراة أظهر الفريقين مجموعة كبيرة جدا من فنون كرة اليد، وكان في حالة من القوة غير الطبيعية في المباراة. كريم هنداوي كان ليه دور البطولة في فوز الزمالك النهاردة بمباراته أمام الأهلي، وكذلك الأيقونة أحمد الأحمر نزل في الدقايق الأخيرة من الشوط الثاني، قدر يسيطر تماما على مجريات اللعب وعلى الملعب بطوله وعرضه، وقدر ان هو يعبر بالزمالك المباراة. يا عيني الأهلي جايب مدرب أجنبي وصفقات ولاعيبة كتير جدا جدا جدا، وفي النهاية النتيجة هي. وفي ختام فيديو النهارده يا زملكاويه اشكر حضراتكم على حسن المتابعه. قبل ما نسيب بعض اوعى تنسى اعمل لايك، اعمل شير، اشترك في القناه، فعل الجرس عشان نتواصل كل يوم. اسيبكم في حفظ الله ونتقابل على خير في اقرب فرصه، والسلام عليكم ورحمه الله.